العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. مراسم تنصيب البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. تنظيم أسبوع التبرع الطوعي للدم. تدريب 99 عامل في مصوع. لودريان يشرح مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في الساحل. مفاوضات الاتفاق النووي بفيينا تشهد وضع اللمسات الأخيرة. وبوتين يقول أن العلاقات مع واشنطن في أدنى مستوياتها منذ سنوات. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. جرت اليوم الأحد 13 من يونيو في كنيسة القديسة مريم بأسمرة مراسم تسمية نيافة الأنبا قيرلس البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. حضر مراسم التنصيب كبار المسؤولين في الحكومة وكبار القساوسة والكهنة والسفراء والدبلوماسيين ورعاة الكنيسة في البلاد. وقدمت في المناسبة نبذة قصيرة عن حياة نيافة الأنبا قيرلس، ونظم في المناسبة قداسا بإشراف نيافة الأنبا قيرلس، وتوجه نيافته بعد ذلك من كنيسة القديسة مريم إلى مكتب البطريركية وإقامة حفل قضاء في مكتب البطريركية. وكان نيافة الأنبا قيرلس قد انتخب الراعي الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في انتخابات جرت في مكتب البطريركية يوم 12 من مايو الماضي بموجب قرار المجلس المقدس وتخويل قوانين الكنيسة المقدسة. نظم من 7 حتى 12 من يونيو أسبوع التبرع الطوعي للدم تحت شعار ليبدأ معي التبرع الآمن للدم. وذكرت جمعية المتبرعين الطوعيين للدم أن أسبوع التبرع الطوعي للدم نظم بتعاون جمعية المتبرعين الطوعيين للدم وبنك الدم الوطني بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم، وتم خلالها التبرع بحوالي 300 كيس دم من المتبرعين الطوعيين من مختلف المؤسسات. وأشارت رئيسة الجمعية السيدة ألين برهي إلى أن المستشفيات تحتاج سنويا من 12 إلى 15 ألف كيس دم، وتقوم الجمعية بإسهام كبير للتوعية وتأمين الدم في المستشفيات. وذكر المتبرعون بالدم بالمناسبة أن مبادراتهم نتاج الوعي المترسخ، داعيين للدفع بأنشطة التوعية للتبرع الطوعي للدم. نظم مركز تدريب الكونفدرالية الوطنية للعمال في مدينة مصوع دورة تدريبية إضافية ل99 عامل لمدة 3 أشهر. وكان المشاركون في الدورة التدريبية وهم من مختلف المؤسسات قد تم تأهيلهم عامي 2018 و2019 في 6 مجالات مهنية. وقال مدير مركز التدريب المهندس الرفاي نبين إن التدريب الإضافي أعد بقسم التدريب المهني والفني لوزارة التعليم لإكمال النواقص. من جانبه أوضح منسق لجنة مشروع سويس إريتريا السيد جيرماس بلاتون أنه ظل يتعاون مع إريتريا لسنوات طويلة، موضحا أن العمال الذين تم تدريبهم في الدفعات الثلاثة السابقة هم نتاج جهد قوي منسق، وأن الاهتمام والذكاء الذي وجده لدى المشاركين في الدورة التدريبية يدفعه لمزيد من التعاون. وقال ممثل المتدربين إن الدورة التدريبية تدعم وتصقل التدريب السابق وسيوظفونه لخدمة المجتمع والوطن. وخرج مركز تدريب الكونفدرالية الوطنية للعمال في مدينة مصوع 462 عامل، بينهم 144 امرأة حتى الآن.
أوضح سكان فورو أن تطور وتوسع المؤسسات الصحية ساعد لضمان صحة المجتمع، وكانت مؤسستين صحيتين في المديرية قبل الاستقلال، وازدادت في سنوات الاستقلال إلى 7 مؤسسات صحية هي مركزين صحيين و3 عيادات ونقطتين صحيتين. وذكر السكان ارتفاع الوعي الصحي مع توسع الخدمات الصحية وزوال الأمراض المسببة للوفيات والإعاقة والتي يمكن مكافحتها بالتطعيم. وقال السكان إن سيارة الإسعاف الواحدة غير كافية مع سعة المديرية مطالبين بزيادة سيارات الإسعاف. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي سيقوم على التعاون مع الجيوش الأفريقية ومواجهة مختلف أشكال الإرهاب عبر قوة تاكوبا. لودريان كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو التي زارها للتضامن بعد مقتل 160 مدنيا في هجوم على قرية شمال شرق البلاد قبل أسبوع. وقال لودريان فيما بدأ أنه شرح لإعلان الرئيس الفرنسي إنهاء عملية برخان العسكرية في الساحل إن على الدول في الساحل أن تتحمل مسؤوليتها في المناطق النائية. وتأتي زيارة لودريان إلى بوركينا فاسو لتكون أول زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي إلى منطقة الساحل بعد القرار الذي أعلنه ماكرون. وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارليه إن الجيش الفرنسي قتل قائدا بتنظيم القاعدة خلال عملية بمنطقة الساحل الأفريقي يعتقد أنه مسؤول عن خطف وقتل صحفيين فرنسيين 2 في عام 2013. وأوضحت بارلي أن مسلحين آخرين قتلوا أيضا في العملية بالمنطقة الواقعة بغرب إفريقيا. أكد الاتحاد الأوروبي وإيران انطلاق الجولة السادسة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني وسط تفاؤل إيراني بوضع اللمسات الأخيرة لعودة واشنطن للاتفاق. وأعلن الاتحاد أن المشاركين في هذه الجولة سيواصلون مباحثاتهم المستمرة منذ مطلع أبريل الماضي بهدف عودة الولايات المتحدة للاتفاق الموقع مع إيران عام 2015 وامتثال كل الأطراف بالتزاماتها. من جانبه شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على انخراط واشنطن في محادثات فيينا بشأن برنامج إيران النووي، مؤكدا ضرورة العمل مع شركاء بلاده لحرمان إيران من الوصول إلى سلاح نووي. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني تشهد وضع اللمسات النهائية. وأضاف أن بلاده أفشلت العقوبات الاقتصادية مرة وستفشلها مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة عادت لطاولة الحوار ولا خيار لها غير رفع العقوبات حسب تعبيره. والخبر الأخير في هذه النشرة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل في سويسرا. وأشاد بوتين في المقابلة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووصفه بأنه شخص استثنائي وموهوب، وقال إن بايدن بوصفه سياسيا محترفا مختلف بشكل جذري عن ترامب. وكانت سويسرا أفادت بأنها شددت الأمن استعدادا لاجتماع القمة بين بايدن وبوتين، ونشرت آلافا من قوات الجيش والشرطة في جنيف للتصدي لأي تهديد إرهابي. وفي المقابل انتقد بوتين مؤخرا السياسة الأمريكية إزاء بلاده، خاصة ما يتعلق بالعقوبات.
مشاهدينا، انتهت النشرة. اسمحوا لي أن أذكركم بأهم العناوين. مراسم تنصيب البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. تنظيم أسبوع التبرع الطوعي للدم. تدريب 99 عامل في مصوع. لودريان يشرح مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في الساحل. مفاوضات الاتفاق النووي بفيينا تشهد وضع اللمسات الأخيرة. وبوتين يقول أن العلاقات مع واشنطن في أدنى مستوياتها منذ سنوات. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناه لكم من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.